بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قومي كده، كل واحدة فيكم كده تقوم تصلي على المصطفى الحبيب كده وتعمل أكلة حلوة تدفيها في الشتاء وتدفي ولادها وتدفي البيت واللي حواليه. تمام. من مطبخ حنان ودنيا النهاردة هنعمل أكلة بسيطة جدا، مش مكلفة خالص في أي شيء. كان الخضار بيكون موجود عندنا وال... ولسان العصفور، يعني ربع كيلو لسان العصفور مش هيأثر يعني. وفي نفس الوقت هنعمل أكلة بسيطة ومش مكلفة خالص، وأطفالك تاكل وتشبع وانت كمان تاكلي كمان وتشبعي، امال ايه؟ تمام. يا ريت اللايك متنسونيش ومتنسونيش كده بتعليق حلو. يلا بقى بينا على الايه، على البوتاجاز عشان نعمل الأكلة بتاعتنا. معايا معلقتين كده من السمنة، او معلقتين او شوية زيت، يعني 3 4 معالق، طبعا معلقتين ما يكفوش. معايا ربع كيلو من لسان العصفور، عايز تعملي نص ربع كيلو مفيش مشكلة، هيبقى معاكي الخضار. تمام. هنحمر كده لسان العصفور، وتاخدي بالك وانت بتحمريه اوعي يتحرق منك. كلام البنانيت الصغيرين اللي لسه اول مرة يدخلوا المطبخ، زي بنوتي الحلوة كده اللي قاعدة جنب مني الطعمة الحلوة دي. تمام. جميلة. طبعا دودو، بكلم دودو. معانا كده لسان العصفور هنحمره، شايفين اللون بتاعه؟ والله الكاميرا زلمة. عندي بسلة في الفريزر، وعندي هي البسلة بس اللي طلعتها من الفريزر. عندنا البطاطس والكوسة والجزر موجودين ما شاء الله، يعني الحمد لله. لو هتعملي لو هتعملي جزراية وبطاطساية صغيرة ومعاهم كوساية او كوستين، يعني مفيش مشكلة يعني. اي خضار عندك. كده حطينا الخضار وشوحناه مع لسان العصفور، وكان عندي بقى لحمة كنت سلقاها بقى، امال ايه. خدت المرقة بتاعتها كده وحطيتها. الشوربة بتاعت اللحم. ايوه يا دنيا، الشوربة. حطينا كده الشوربة بتاعت اللحمة، حطيناها في الحلة على لسان العصفور والخضار، وبقى معانا أحلى طبق. مفيش دقايق، وطبعا لسان العصفور بنموت في الشوربة، خدها كلها شربها. تمام. بقى معانا خضار بلسان العصفور، حاجة كده ايه مقولكيش، حاجة عظمة. وأكلة جميلة وبسيطة وسهلة، وتقدر أي بنوتة تقدر تدخل كده تساعد مامتها وتعملها. أي بنوتة حلوة طبعا زي دودو اللي قاعدة جنب مني دي، ما شاء الله، جميلة. دخلت كده وعملت معايا الأكل النهاردة. والله ما عملت حاجة. يبقى ساعدتني في البيت، أنا نسيت. ما ساعدتيش يعني في البيت النهاردة؟ ولا عملت. كدابة. هيعرفوا إن انت كدابة كده. لا، عملت النهاردة، ظبطت سريرها وظبطت الأوضة اللي هي قاعدة فيها. ما شاء الله عليها يعني وعلى شطارتها. تمام. عملنا كده طبق عملنا طبق لسان العصفور. متنسوش اللايك وتنسوش القناة بتاعتنا، قناة مطبخ حنان ودنيا، تدخلوا تشتركوا فيها. وتعليق حلو كده، بكون مبسوطة جدا جدا لما بلاقي تعليق. ونختم الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. واشوفكم في فيديو جديد.